تركني ورجع لي، وتركني ورجع لي، بعد تركني ورجع لي، وفي كل مرة استقبله برحابة صدر، وبين كل مرة ومرة تكون مدة طويلة، ولما يرجع أقول أكيد ما بيقدر يصبر عني وما بيفكر في غيره، من كذي رجع. وفي يوم من الأيام كنت جالسة مع صديقاتي نسولف، وتعرفون جلسة البنات نسولف عن كل شيء، تقول لي ونحن نسولف كل بنت تقول قصتها، وكان دوري أقول قصتي، وخبرتهم أنه رجع والأمور طيبة. وأنا أتكلم قاطعتني وحدة من صديقاتي، في هالمقاطعة كانت كفيلة أنها تغير تفكيري وتوعيني. بصوت عالي قالت لي وليش تقبلين على نفسك يعاملك بهذا الأسلوب، يروح ويرجع، هو من اصحي على حالك. هني أنا سكت وفكرت ألف فكرة، صح أنا كيف رضيت على نفسي يروح ويرجع متى ما يبغي. هني زعلت على حالي وفكرت، قلت خلاص لازم أحط حد، وصرت أنا أروح متى ما أبغي وأرجع متى ما أبغي، مش هو. والتفت لحياتي وأمور دنياي وتغيرت، كان هو ماخذ كل تفكيري، وهم متى بيرجع وليش هالمرة طول في الغياب، كان هذا هو تفكيري بس. والحين لا، حياتي أهم، ومش أي حد يدخل ويطلع فيها متى ما يبغي، أنا أحدد متى وكيف. وقبل كنت أردد مقولة ما بيصبر عني وبيرجع وترى يفكر فيني، لكن بعد المعاناة اللي كنت أنا عايشتنها، وبعد الصحوة اللي أنا صحيتها، وبعد تفكير شفت هالمقولة غلط ومحيتها من بالي. وقبل ما نشرب كوب الشاي مع صاحبة بودكاست قصة وشاي، خبروني مقولة يصبر عنه بيرجع صارت معاكم، ولا توافقوني الرأي أن اللي يحبك مستحيل يصبر عنك لو يوم؟